والله العظيم يا جماعة الستات النهاردة توحشت، بقى في توحش كده. مش كل الستات عشان ما حدش يقول انت بتعممي، بس النسبة الكبيرة من الستات بقى في توحش. واحدة ست اتطلقت، خلاص ربنا ما وفقهاش مع طليقها ده، خلاص اسيبك بقى تخرج كده زي ما دخلت كده، الحياة حلوة كده، لا تعالى بقى لما انتقم منك. تلاقي الست بتعمل ايه في طليقها؟ بتنتقم منه، بتكسره. هكسرك بايه يا حبيبي؟ هكسرك باكتر حد روحك فيه، ولادك، عيالك. طب خد عندك بقى، انت مش هتشوف عيالك، والقانون في صفي، وهاخد الشقة ومش عارف الحضانة والمؤخر والمقدم والقعدة والقايمة والكلام ده كله، انا هطلع عينك فيه، انا هلبسك قضايا، انا هسجنك. وبنشوف الكلام ده وبيحصل. ليه وصلنا للطريقه دي في الانتقام؟ علشان راجل رفضك، عشان ربنا ما وفقكوش مع بعض، تعالى بقى لما انتقم منك. طب ليه الموضوع بقى كده؟ طب ما فكرتيش العيال اللي انتي بتشوطيهم لجوزك وبتشوطوهم لبعض زي الكوره، ده هيبقى تاثيره ايه عليهم؟ العيال اللي عايشه في مشاكل وقلق وتوتر دي هتطلع ايه؟ لما طفل يقولك انا شفت ماما جايبه لبابا الشرطه، ده هيطلع الطفل ده عامل ازاي؟ لما طفل يقولك انا بسمع ماما بتشتم بابا باقذر الالفاظ والشتايم وحاجات قذره بتتقال وبتقومني عليه، الطفل ده هيطلع ايه لما يكبر؟ ما فكرتوش هيطلع ايه؟ دكتور؟ عالم ذره؟ هيطلع مجرم يا فندم، هيطلع معاق نفسيا، هيطلع مجرم صعب، منكسر ومهزوز، فاقد ثقة بالنفس، فاقد إرادة، هيدخل في سكة التعاطي، هيدخل في اضطرابات القلق والتوتر والبلاوي النفسية، هيكره الستات، ده أقل واجب. يتعقد من الستات والجواز ويشوف إن هو ده نموذج الأب والأم، يكره الجواز، يروح يتجوز ست يعمل فيها زي اللي انت عملتيه، يتعاطف مع الأب ويبهدلك انت ويرميكي في دار مسنين. ما هو حضرتك ايه اللي حصل؟ حضرتك زرعتي أسوأ، طب احصدي بقى، واول حاجه هتحصديها اسوأ، هيديكي بقى. وهو ده اللي بيحصل، اقسم بالله هو ده اللي بيحصل. بيترموا في دار مسنين وبيتعاطفوا مع الاب ويرمي الام. امال هو يعني احنا حتى لما بنشوف الحالات دي فنقول ايه؟ ازاي واحد يهون عليه يرمي امه في دار مسنين؟ يا فندم شوف هو اتربى ازاي، شوف هو شاف ايه، شاف نموذج الحياه عامل ازاي من ام واب قاسيين. اغبى ست اللي بتنتقم من طليقها في عيالها، هم مالهم يا فندم؟ هم مالهم؟ اما تصفي انت حساباتك معاه وتنتقمي منه ليه؟ علشان ربنا ما وفقكوش؟ طب ما فيش نصيب خلاص، ما ينفعش نخرج بالمعروف لازم نخرج بالاقسام والشرطه لازم هي دي عشان احس كده ان انا مرتاحه ومنتصره. هتقولي طب بتكلمي الستات ليه؟ علشان هو ده اللي بشوفه، عشان هي دي النسبه الاكبر. واكيد طبعا في رجاله بتعمل كده، في رجاله بتعمل كده وبيأذي الست اللي هو طلقها. انا ما قلتش ان الرجاله ملايكه. ما هو يا جماعه الرجاله مش قرايبي، والله انا مش هدافع عنهم، ما هو انا بكلم الراجل وبكلم الست، بس عشان النسبه الاكبر اللي بشوفها ستات مبهدله الرجاله وبالقانون ومش عارف ايه. الرجاله بتقول لي انا ببقى قاعد في شغلي بلاقي الناس داخله بقى انا بتقبض عليا وبلاقي ان انا لابس قضايا وانا ما عملتش حاجه اصلا. ليه الانتقام؟ ليه وصلنا للمرحله دي؟ ليه؟ عشان ربنا ما وفقناش نخرج بالمعروف ونتقي الله في عيالنا. مش مطلوب منكم اكتر من كده، لكن عشان ربنا ما وفقنيش والله لا بهدلك والبسك قضايا واسجنك. صعبه، صعبه قوي. ما اعرفش بجد ليه وصلنا لكده.